لا 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 لا. يا هاجر انت خليتيني اغني للزمالك، مش عارف اغني للزمالك يا هاجر، مش عارف. شيار يا هاجر، يلا شيار انت وامير والناس المحترمه الجميله، وهبه هبه زعلت اهي، هبه زعلت اهي. مش عارف. والله العظيم انا بحبكم. كرفة سود، اوه يا زمالك كرفة نادي يهز الدنيا. والله ما حافظ اغاني الزمالك. غني اغنيه عن الاهلي تاني. لا يا. طبعا احنا بنهزر وبنضحك مع اصحابنا. بالتالتة شمال بنهز جبال، وبأعلى صوت دايما بنشجع الأبطال. فارق كبير، فارق عظيم، أديله عمري وبرضه قليل. أوه 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 أوه. جرب تدخل الاستاد، جرب تدخل الاستاد، هتلاقي جوه ألف باب، واقف فاتح لنا دراعاته، وحشه صوت الشباب، هو صوت الجمهور من نبض في قلبه يصوت، مستني لحظة فرحة وهي الجول، حماس باين في العيون، والألف بصوتهم صوت مليون، لحظة الفرحة الصوت بيعلى، هي لحظة من الجنون، شمروخ في الإيد يغني، جمعة رمز احتفال، وإن جيت في يوم تلومني مش عالبال، جنوني هيفضل حتة مني. حبيبي يا عم احمد يا محمود يا جميل انت برولين من المغرب، وعم امير اخويا وحبيبي الزملكاوي، في اخبار جديده على الاهلي، ودايما وداد، ودادي لك حبي وفؤادي. مساء الفل طبعا عليكم جميعا. والله العظيم نسيتوني الاخبار اللي كنت هقولها، والله العظيم نسيتوني الاخبار اللي كنت هقولها، هنجيبها من الورقه بقى. طيب، داعيه اماراتي اسمه وسيم يوسف هيتكفل بعلاج ابراهيم شيكا. والله صفرتك وجعت. ماشي يا عم امير، ماشي يا عم امير، انا عارف ان انت زملكاوي. غلاش نخاف وعندنا بنتايج. ماله بنتايج يا عم؟ ده انت اتعادلت معاه. كان عشائك يا اهلي قلبي وفيه عسعاس، ما يدخلوش رخاص، وانت يا اهلي اغلى الناس. الله على الكلام الجميل من المغرب، عاشقة الرجاء المغربي. بيراميدز بينقط، بيراميدز بيتجامل مجاملة كبيرة جدا 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 جدا. عموما كولر يا جماعه، مع اول خساره للنادي الاهلي هيتم الاطاحه بيه. مستر كولر مع اول خساره للنادي الاهلي هيتم الاطاحه بيه من تدريب النادي الاهلي. النادي الاهلي تواصل مع كروش، ولكن انت لو بتسالني عن وجهه نظري في رحيل كروش عن النادي، عن في التعاقد مع كروش، اقول لك لا. انا مش عايز كروش مدرب كورته دفاعيه بحته. تصبحون على خير. هنا الساعه 11 في عمان. اخويا وحبيبي امير من عمان، حبيبي يا عم امير يا جميل. كان معانا اخ من ميلانو دلوقتي بس مش عارف راح فين، نسيت اقرا التعليق بتاعه، فالظاهر نسي وزعل ومشي. حبيبي يا عم امير يا جميل، اضرب اللايك كلمتين وسمعني الصلاه على حضره النبي الكريم. لا عمر، احنا هندخل معاها والله، عمرنا ما ندخل. طيب. آه كنت انا بتكلم في ان في داعيه اسلامي هيتكفل بعلاج ابراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك. ابراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك. النادي الاهلي كان تواصل مع المدير الفني كارلوس كيروش من فتره كبيره، والراجل رفض التدريب في النادي الاهلي. كمان عايز اقول لك ان النادي الاهلي بدأ يتواصل تاني مع كارلوس كروش، اللي رفض انه يمسك التدريب في مصر على الرغم من رحيل هاني ابو ريده. ربنا يشفي طبعا ابراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك. والله انا حزين ازاي نادي الزمالك ما يقفش جنب اللاعب ده ويعالجه، والكلام ده من فتره كبيره جدا 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 جدا. في ناس اعلاميين من النادي الاهلي راحوا لبيت بيسيرو راجل دفاعي. لا، بيسيرو على فكره اداؤه ايام ما كان مع النادي الاهلي مش دفاعي، ولكن في كلام انه هيثبت الطريقه دي. ولكن جوزيه بيسيرو يا جماعه مدرب كبير. كابتن سيد عبد الحفيظ ممكن يرجع، اعتقد صعب خلاص بعد تولي محمد شوقي المسؤوليه. بيسيرو صعب، اسف سيد عبد الحفيظ صعب يرجع النادي الاهلي، صعب يرجع النادي الاهلي. ايه ده يا جماعه؟ وصلنا